الخاذلون الآن هم الحكام والجيوش، فحكام المسلمين جميعا خذلوا أهل غزة، ولا يستثنى من ذلك إلا لو قدر أنه استثني أحد يستثنى واحد أو اثنان فقط، أما الجميع فقد تواطؤوا على خذلان أهل غزة، لأنه كان بالإمكان أن يوقفوا هذه الحرب من أول يوم. ولذلك كل قطرة دم قطرت في غزة فهي في أعناق حكام المسلمين جميعا، سيحاسبون عليها بين يدي الله ويوقفون عليها، وهم ضامنون لكل ما يقع من الإتلاف والإفساد والتتبير والتهديم والتهجير، كل هذا في أعناقهم جميعا وهم مسؤولون عنه. فمن المعلوم أنه لو تكلم واحد منهم كلمة جادة لكان ذلك سببا لإيقاف الحرب، كما جربنا من قبل مع الشهيد محمد مرسي رحمة الله عليه عندما قال لن نترك غزة وحدها، وأرسل رئيس وزرائه والوفد المرافق له فتوقفت الحرب. أنا أذكر كأني شفتك، هذه كانت المرة الأولى في تركيا، لا في غزة في 2012. أيوة ما شاء الله، هاي أول مرة كنت بدخل فيها غزة. طبعا كنت أول مرة بدخل فيها غزة، وطلعت أنت على المنصة وقتها وخطبت. صحيح. نعم، زرت غزة قبل 12 عام. كيف وقتها شيخنا وجدت غزة وأهلها؟ سبحان الله، صارت حلم كأنني أراه الآن. يا الله، سبحان الله. إن شاء الله ننتظر توقف الحرب وندخل مرة ثانية يا رب، اللهم آمين. أنت بشرت أهل غزة بالنصر إن شاء الله. إن شاء الله تعالى بشرتهم بأفضل رباط عسقلان. إن شاء الله ينصرهم الله، اللهم آمين، نصرا عزيزا. اللهم آمين يا رب العالمين. شيخ، كنا بنحكي عن بشراك لأهل غزة أنهم في خير أرض ورباط، وأن أفضل رباطكم رباط عسقلان. كيف ترى هذا الحديث ينطبق على المجاهدين في غزة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة المحمدية خير أمة أخرجت للناس، وشرفها على سائر الأمم بأنها لا يمكن أن تهزم جميعا، ولا أن تخضع جميعا، ولا أن تذل جميعا. فإذا خضع جانب من جوانبها قام جانب آخر، وإذا ذل جانب من جوانبها انتصر جانب آخر، وهي سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة، كما وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال فيها طائفة قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهؤلاء هم المجاهدون في سبيل الله. وأبرز مثال للجهاد الآن هو جهاد أهلنا في فلسطين، وأبرزه جهاد أهلنا في غزة. فالمجاهدون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس يرابطون ويدفعون عن مقدسات المسلمين، والمجاهدون في غزة هم الذين يحمونهم وهم ظهيرهم وهم القائمون على الجهاد الحقيقي المواجه للعدو. والمجاهدون في الضفة الغربية هم كذلك مدد يبذلون ما يستطيعون. ولذلك هذا أبرز أوجه الجهاد والرباط في سبيل الله وأفضله. وكما تعلم فإن الجهاد ذروة سنام الإسلام وأعلى شيء في الإسلام، وهو أعلى امتحان يمتحن الله به الناس، لأن هذه الحياة الدنيا إنما هي دار امتحان ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. فالامتحان في هذه الدار أعلاه وأسماه الجهاد في سبيل الله، وذروة سنام الإسلام هو. والرباط هو أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وما من ميت إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتان. يجرى عليه عمله معناه يكتب في وقت الصلاة في المصلين، وفي وقت الصيام في الصائمين، وفي وقت الحج في الحجاج، وفي وقت الجهاد في المجاهدين، وهكذا في كل الأعمال الصالحة لا ينقطع عمله. أما الميت فبمجرد موته في الأصل ينقطع عمله، لكن المرابط في سبيل الله لا ينقطع عمله. وأفضل رباطكم رباط عسقلان. نعم. لماذا عسقلان؟ عسقلان هي هذه المنطقة، وكان يسمى بها
هذا الشاطئ كله. فكل هذا الشاطئ كان يسمى عسقلان لأنها كانت أكبر مدنه في فترة من الفترات، حتى جاء الصليبيون فجعلوها عاصمة وقيادة ومعبرا لاحتلال المسجد الأقصى وبيت المقدس. فلما جاء صلاح الدين يريد تحرير القدس خرب عسقلان المدينة، فانتقلت العمارة عنها إلى غزة. وغزة عمارتها قديمة لكن كانت مدينة صغيرة، كل المدن التي في أطرافها جديدة، لكن غزة كانت عمارتها قديمة، وقد خربها الإنجليز أيضا في زمن استعمارهم وحطموها. وهي كما يقال صاحبة الزمان صروفا وظروفا، فتشيب وتشب وتهرم يتجدد شبابها، وذلك بأنها رباط دائم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أشار إلى استمرار الرباط في منطقة عسقلان هذه كلها، وأن هذا خير الرباط، وهذا الحاصل الآن. فخير رباط للمسلمين وأظهر مكان لنصرة الدين وجهاد العدو هو ما كان في هذه المنطقة الآن. وهذا فضل عظيم يخص الله به من يشاء من عباده، ولا شك فيه أجر عظيم للسكان الصامدين الصابرين، فليس كل أحد يقدر على ذلك. ولو ابتليت به مدينة أخرى من مدننا في العالم الإسلامي لتبرم أهلها بالمجاهدين والمقاومة، ولخرجوا من ديارهم يبحثون عن الرزق وعن السلامة. أما أهل غزة فقد أثبتوا ثباتهم على أرضهم وتمسكهم بمقاومتهم، فهم حاضنة المقاومة، بل لم يكن مقاتلا ولا صالحا لذلك هو حاضنة المقاومة، كما مثل الله تعالى بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذان المثالان اللذان ضرب الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه تحقق في أهل غزة. فالمثال الأول الذي ضربه الله بالتوراة والمثال الثاني الذي ضربه بالإنجيل كلاهما متحقق في هؤلاء، فسعيهم لإقام الصلاة وحفظ القرآن وتعاونهم على العبادات هذا يحقق المثال الذي جاء في التوراة. ومثالهم الثاني هو دعمهم للمقاومة، فهم كزرع أخرج شطأه. ومن المعلوم أن السنبلة التي تحمل الحب ضعيفة، فتحتاج إلى أن تحاط بسنابل أخرى لا تحمل الحب ولكنها تحمل الضربات وتتولى الطفيليات، وينشغل بها كل قادم إلى العمق يريد الوصول إلى السنبلة التي تحمل الحب. فهذه هي الحاضنة الشعبية التي أظهرت أنها فعلا خير رباط، وأن أهلها هم القادرون على هذا، وهم عند هذا الامتحان نجحوا هذا النجاح الباهر الظاهر. فهم أهل عسقلان وخير رباط من رباط عسقلان أنت ترى أنه في غزة يطبق اليوم. نعم. فضيلة الشيخ تحدثت قبل قليل عن الحديث لا يضرهم من خذلهم. من هم الذين خذلوا أهل فلسطين وأهل بيت المقدس؟ هل نكون نحن؟ الخاذلون الآن هم الحكام والجيوش، فحكام المسلمين جميعا خذلوا أهل غزة، ولا يستثنى من ذلك إلا لو قدر أنه استثني أحد فيستثنى واحد أو اثنان فقط، أما الجميع فقد تواطؤوا على خذلان أهل غزة، لأنه كان بالإمكان أن يوقفوا هذه الحرب من أول يوم. ولذلك كل قطرة دم قطرت في غزة فهي في أعناق حكام المسلمين جميعا، سيحاسبون عليها بين يدي الله ويوقفون عليها، وهم ضامنون لكل ما يقع من الإتلاف والإفساد والتتبير والتهديم والتهجير، كل هذا في أعناقهم جميعا وهم مسؤولون عنه.
فمن المعلوم أنه لو تكلم واحد منهم كلمة جادة لكان ذلك سببا لإيقاف الحرب، كما جربنا من قبل مع الشهيد محمد مرسي رحمة الله عليه عندما قال لن نترك غزة وحدها، وأرسل رئيس وزرائه والوفد المرافق له فتوقفت الحرب. فلو أن أي واحد منهم قال ذلك الآن، سواء كان رئيس تركيا أو كان ملك الأردن أو ملك السعودية أو رئيس مصر أو أي رئيس أو قائد من هؤلاء القادة، وظهر الجد في قوله، فستكون مثل ما كان من قبل وتتوقف الحرب. فلذلك هم الذين خذلوا. وكذلك الجيوش، كثير من الناس يظن أن هذه الجيوش معذورة لأنها تتلقى الأوامر، وأنها بمجرد تلقي الأوامر سقطت مسؤوليتها، وهذا غير صحيح. فالجيوش لا تبعث يوم القيامة تحت قيادة قائدها ولا أميرها ولا ملكها ولا رئيسها، بل كل فرد سيأتي وحده يحاسب بين يدي الله، كما قال الله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكما قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فكل فرد منهم سيأتي بين يدي الله يدافع عن نفسه وحده ويجادل عن نفسه ويخاصم عن نفسه، ولا ينفعهم الذين يخاصمون عنهم اليوم ويلتمسون لهم الأعذار، فإن الله قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. فالذين يجادلون عنهم الآن ويظنون أن هؤلاء معذورون، ومع الأسف هذه النظرة سائدة في كثير من الشعوب. فمثلا في الأردن الناس يريدون قطع الخضروات والبقول والفواكه عن الكيان الصهيوني، فيتعرض المواطنون لمنع ذلك، تأتي الشرطة والجيش ويفرقونهم، والمواطنون يعذرونهم يقولون: هؤلاء ما لهم حول ولا قوة إنما هم مأمورون. كيف ما لهم حول ولا قوة؟ هم مباشرون، والمباشرة تقطع حكم التسبب، وهم مسؤولون عن ذلك شرعا، وهم مشاركون في الحرب لأنهم بإيصالهم لهذه المواد وتأمينهم للطريق. الطريق تبدأ من الهند وتمر بالدول العربية حتى تصل إلى فلسطين. فكل من شارك في هذا الإمداد أو تأمين الطريق أو عدم قطع هذا الإمداد عن الصهاينة هو مشارك في الحرب، وهو خاذل لأهلنا في فلسطين. طيب فضيلة الشيخ، عندي سؤال هيك خارج السياق. لو كان أبو بصير في زمننا هذا وشاهد هاي المعركة في 2024، شو اللي ممكن يسويه؟ أبو بصير رضي الله عنه أقام معسكرا بذي المروة بالساحل على ساحل البحر الأحمر، والتحق به سيدنا أبو جندل بن سهيل بن عمرو رضي الله عنهما، ثم اجتمع عليهما قوم من المؤمنين حتى وصلوا إلى 80 مقاتلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قصة أبي جندل وقتله للذين أسروه قال: ويل أمه بحش حرب لو وجد رجالا. فاجتمع الناس إلى أبي بصير وأبي جندل وقطعوا المدد عن قريش، ومنعوا تجارة قريش من أن تتجه إلى الشام أي حال من الأحوال. وهذا المفروض أن يكون الآن في كل بلد أبو بصير وأبو جندل من المؤمنين الذين يحملون السلاح. لكن كما ذكرنا أن المستعمر لما جاء جعل السلاح في أيدي الجيوش والأمن فقط تحت أيدي الدول، فليأمنه هو، وأصبحت الشعوب مسلوبة السلاح. لكن لا بد أن يأتي من يقيض الله له طريقة ينصر بها. ماذا عن الأفراد والشعوب؟ هل نحن آثمون؟ بالنسبة للأفراد والشعوب على حسب قوتهم وقدرتهم، فنحن يجب علينا جهادان بايعنا الله عليهما: جهاد بالنفس وجهاد بالمال. فالجهاد بالنفس نعم كثير من الشعوب معذورة فيه، لأنها ليست مسلحة وليست كالجيوش ولا لديها وسائل مكافحة للطيران والصواريخ، ولا تمتلك هذه القوة، وهي معذورة في الجهاد بالنفس. لكن الجهاد بالمال أغلب الشعوب تملك مالا، فيجب عليها أن تقدم ما تستطيع وفاء لله ببيعته، لأن الله قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم
بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فبدأ بالمال قبل النفس. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فبدأ بالمال قبل النفس، وهذا أغلب المواضع في القرآن البدء فيها بالجهاد بالمال قبل النفس، لأن الجهاد بالمال يستطيعه أغلب الناس، والجهاد بالنفس نعم قد لا يتيسر لكثير من الناس. لكن ما حدود الاستطاعة الأخرى؟ يعني ما واجبات النصرة الأخرى علينا واجبات النصرة الأخرى هي النصرة باللسان والنصرة بالقلب وما يستطيعه الإنسان. فمن يستطيع كلمة وجب عليه أن يقولها، ومن يستطيع فعلا وجب عليه أن يفعله، ومن يستطيع احتجاجا غير مخالف لنظام ولا مثير لفوضى يجب عليه أن يفعله. نعم. وبالنسبة للعلماء فضيلة هم مثل غيرهم يجب عليهم أن يبينوا الحق للناس ولا يكتموه كما أخذ الله عليهم العهد بذلك، ولا يحل لهم أن يداهنوا لا حكاما ولا محكومين، ويجب عليهم أن يقولوا الحق وأن لا يخافوا بالله لومة لائم. هذا واجبهم. لكن كثير من الناس يظن أن الحكام مثلا يملكون جيوشا وأسلحة خفية وأنهم بالإمكان أن يذهبوا ويقاتلوا بأنفسهم. هذا غير صحيح. الحكام هم أفراد من العلماء، هم أفراد من أفراد الشعب، وإنما تعلموا بعض ميراث النبوة مثل الأطباء ومثل المهندسين ومثل كل التخصصات الأخرى، وهم اؤتمنوا على كلمة الحق وعلى تبليغ رسالات الله. يجب عليهم أن يبلغوا وأن لا يسكتوا على هذا الظلم ولا هذا الخذلان، وأن يبينوا واجب الشعوب، وعلى الشعوب أن تسمع لذلك وتطيع. فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعرف أولي الأمر فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهم الذين يستنبطون الأحكام، فهؤلاء هم أولو الأمر الذين تجب طاعتهم في المعروف، ويجب عليهم أن يبينوا الحق وأن لا يداهنوا لا حاكما ولا محكوما. وكذلك من أولياء الأمور من كان مع الأمة فيما هي فيه، من كان من الناصرين لدين الله من الحكام، فإنه تجب طاعته في المعروف كذلك. تاريخيا فضيلة الشيخ، يعني كيف كان دور العلماء في نصرة الجهاد؟ يعني البعض يقول تاريخيا كان يضرب أمثلة في ابن تيمية والعز بن عبد السلام من المحابر إلى الميادين. الآن البعض يرى أن هناك فجوة بين العلماء وبين الميادين. فرق بين زماننا والزمان الأول. الزمان الأول نعم في العهد النبوي كان القراء وهم العلماء في مقدمة الصفوف دائما. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الأرض وأهل السماء أيضا. كان إذا حضر العدو كان في المقدمة كما قال علي بن أبي طالب: كنا إذا لقينا العدو اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم حنين كان في وجه العدو المتكاثر وهو يتقدم على بغلته الشهباء ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكذلك أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهم العلماء وهم القادة وهم الذين فتحوا الأمصار وجاهدوا في كل مكان وأوصلوا هذا الدين إلى كل مكان. كذلك التابعون لهم بإحسان في مختلف العصور من العلماء العاملين في كل زمان ومكان. وأنت الآن ذكرت بعض أمثلتهم كشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، وكالعز عبد العزيز بن عبد السلام سلطان العلماء، وكالقاضي الفاضل، وكالفندلاوي وغيرهم من العلماء الكبار الذين كانوا يقاتلون، لأن الجيوش ذاك لم تكن جيوشا منتظمة، كانت بمثابة المقاومة. فإذا دهم أي بلد استطاع الناس أن يقاتلوا، وهذا كان الشأن. أما في زماننا فالناس أصبحوا بين مسلحين وممنوعين من السلاح، فالمدنيون ممنوعون من حمل السلاح أصلا ولا يمكنهم أن يقاتلوا، والجيوش النظامية هم الذين بأيديهم أسلحة الدول والشعوب. فلذلك اختلف الواقع عن الواقع القديم. هذا هو الفرق. هذا الفرق.
طيب فضيلة الشيخ، يعني شو التوصيف الشرعي للأنظمة اللي بتساهم في حصار أهل غزة أو قطع المساعدات عنها أو ملاحقة المقاومين أو اعتقالهم شرعا؟ كل هؤلاء صفتهم شرعا أنهم خونة، خانوا الله ورسوله والمسلمين. فكل من ظاهر الكفار على المسلمين وكان متعمدا لذلك وهو عالم به، فإنه بذلك يكون منهم، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذه المسارعة فيهم هي التي تسمى بالهرولة في العرف الإعلامي اليوم، وهي الهرولة إلى التطبيع. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقد هدد الله هؤلاء بأن يأتي بآخرين ويوليهم مكانهم، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولذلك فكل من شارك الصهاينة بأي دعم أو مد أو حتى بإخبار عن المقاومة أو إفشاء لمعلوماتها، سواء كان ذلك من التابعين للسلطة الفلسطينية في الداخل الذين يحملون السلاح على الشعب ويقومون بما يسمى بالتعاون الأمني أو نحو ذلك مع الصهاينة، فهم داخلون تماما في هذه الآيات. والله سبحانه وتعالى في سورة المائدة أيضا بعد هذه الآيات يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أنا أرى أن الكلام انتهى هنا وأن ما بعده استئناف. ترى كثيرا منهم، الخطاب هنا للمسلمين، ترى كثيرا من المسلمين يتولون الذين كفروا أي اليهود والنصارى لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. الدليل على أن هذا موجه للمسلمين قوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه أي القرآن ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فأولئك كثير منهم فاسقون. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. بعض الناس فضيلة الشيخ يعني بيحكي لك احنا والله مضطرين، يعني مثلا اضرب لك مثال بالضفة الغربية انه احنا والله ما عندنا وظائف اخرى، ما عندنا فرص اخرى، فاحنا مضطرين نشتغل في الاجهزة الامنية التابعة للسلطة. يعني شو الحكم الشرعي او توصيف الشرع؟ هذا من إيحاء الشيطان إلى أوليائه، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. أهل الضفة كانوا في عيش رغد وفي حياة كريمة، وهؤلاء الذين يقتلون إخوانهم ويشاركون الصهاينة بحجة التنسيق الأمني هم أخص الناس وأذلهم، والناس يكرهونهم جميعا، وقد أذلوا أسرهم والأسر التي ينتمون إليها، فأصبحت كثير من الأسر تتبرأ ممن عرف بهذا الوجه. ولذلك لو أنهم زرعوا أو احتطبوا أو اشتغلوا أي شغل آخر لكان أشرف بكثير وأحل من هذا الذي يحترفونه. لكن بالنسبة للواقع بعد أن كانوا يحملون السلاح وهم أكثر من 70,000 وبأيديهم البنادق والرشاشات، عليهم أن ينخرطوا في المقاومة بأسلحتهم
لا أن يلقوها ويدعوها، بل عليهم أن ينخرطوا بأسلحتهم بالمقاومة، أو على الأقل ما يطاردوا فيها. لا يجب عليهم أن يشاركوا. نعم صحيح. فهم قادرون على الدفع، وهذا جهاد دفع وليس جهاد طلب، فلذلك هو متعين على القادرين عليه. أنت تقصد في داخل فلسطين أي حدا يحمل قطعة سلاح؟ أي حد يحمل قطعة سلاح داخل فلسطين وهو قادر على المقاومة فإنه يجب عليه أن يلتحق بالمقاومة، ولا يحل له الاعتذار بأي شيء آخر، لا بالتنسيق الأمني ولا بوظيفته كعامل في الأمن الفلسطيني أو في الشرطة الفلسطينية أو غير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هذا بقودنا للسؤال، يعني أكيد لاحظت أو شفت من بداية الطوفان كثير مشايخ في عدة دول يعني عربية وإسلامية طلعوا حكوا إنه والله الجهاد اللي مش تحت راية ولي الأمر أو بإذن ولي الأمر هو جهاد غير شرعي. يعني كيف ممكن نفهم هاي المسألة هون؟ ما أدري ماذا يقولون، من أين أتوا بهذا؟ لا هو في كتاب ولا هو في سنة ولا هو في إجماع ولا هو في الفقه الموجود، فقه المذاهب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله بالجهاد فجاهد، وهو أمرنا بالجهاد وبين أنه ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر لا يسقطه جور جائر ولا عدل عادل. والمقصود بأميره أمير كل طائفة تجاهد، فالمرابطون لهم أميرهم والمقاومون لهم أميرهم، وكل حركة مقاومة لها أميرها وقائدها، وهو الذي يأمرها وينهاها، فيجب عليها طاعته. الجهاد تحت لوائه. لكن من هم أولياء الأمور؟ أولياء الأمور هم قادة كل مجموعة، حتى لو كان ثلاثة في سفر وهمروا عليهم أحدهم. ليس المقصود قادة الدول الآن. لا يعني الدول غير مجاهدين أصلا. يعني هناك نقاشات شاعت حول حرمة استهداف المدنيين، أقصد هنا المدني المستعمر بالفقه الإسلامي. هناك في فرق معتبر بين المدني والعسكري. بالنسبة لكل من غزا فلسطين من الصهاينة الذين جاءوا من أطراف الأرض ومشارقها ومغاربها هم غزاة، ووصفهم الشرعي أنهم غزاة وليس فيهم مدني. لكن بالنسبة لمن كان من الرهبان أو من الشيوخ الكبار أو من الأطفال أو من النساء غير المشاركات بالرأي ولا بالحرب، فهؤلاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعمد قتلهم، لكنهم جميعا يقاتلون حتى يخرجوا من هذه الأرض، لأنهم احتلوا أرضا لا علاقة لهم بها. ولو كان المقصود فقط حملة السلاح أو الجيش أو الاحتياط فقط لكان أغلب المستعمرين وأغلب المستوطنين ليسوا كذلك. فأرض فلسطين من اغتصبها؟ هؤلاء المستوطنون هم الذين اغتصبوا الأرض، وهم الذين طردوا الناس من ديارهم وقراهم ومدنهم واحتلوا مكانهم. وهذا الأمر أيضا ينطبق على حالات الأسر، يعني أقصد الأسرة. نعم طبعا كلهم كذلك. كلهم كذلك. هناك سؤال آخر، أنه البعض يرى أنه إذا كان ردة الفعل الجهادي من الأعداء كبيرة وباهظة الثمن، يعني يجب عدم الإقدام على هذا الفعل، يعني حفاظا على الأرواح. بالنسبة للجهاد أصلا شرع من أجل الشهادة في سبيل الله، فأهم مطلب فيه للمسلمين هو الشهادة في سبيل الله، وشتان بين من يطلب الشهادة ومن يريد الحفاظ على روحه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر ومعه 315 أو 13 أو 14 مقاتلا، واستقبل جيش قريش الذي هو في زهاء 1000 مقاتل، ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 100 من الإبل يعتقب على كل بعير 3 أشخاص، ولم يكن معه من الخيل إلا 8، ولم يكن معه من السيوف إلا عدد يسير، ومع ذلك جاهد وانتصر ونصره الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين في البداية أن يقف الواحد مقابل 10، يكون الواحد مقابل 10، 10 مقابل 100، و100 مقابل 1000، ثم خفف الله هذا فرضا. وإذا خفف الحكم فيما يتعلق بالفرض معناه أنه بقي على أصل الإباحة، فأصبح الواحد يجب عليه أن يشابه 2، و10 يجب عليه أن يشابه 20، و20 يجب عليه أن يشابه ضعف، وهكذا.
ف100 يجب عليها أن تجابه 200، وال1000 يجب عليها أن تجابه 2000، ولا يحل لهم الفرار من وجوههم. لكن مع ذلك بقي الجواز على الوجه الأول. وقد أخرج أبو داود في السنن أن المؤمنين كانوا في حصار القسطنطينية وهي إسطنبول، وكان فيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه مضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمل رجل من المسلمين على صف عظيم من الروم حتى توسطهم، فقال الناس: لا إله إلا الله، ألقى هذا بيده إلى التهلكة. فقام فينا أبو أيوب خطيبا فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية على غير ما أنزلت، إنما أنزلت فينا معاشر الأنصار، وذلك أن الله لما أظهر دينه وكثر ناصروه قلنا إن زروعنا قد خربت، فلو جلسنا فيها حتى نصلحها فكانت التهلكة الجلوس الذي أردنا وترك الجهاد. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة معناها تتركوا الجهاد. فمن ترك الجهاد فإنه ألقى بيده إلى التهلكة، لأنه سيستعمر ويذل ويهون، ويكون بذلك خاضعا لغيره في قراراته وبكل أموره. لذلك يعني المجاهد يعني ليس مسؤولا شرعا عن ردة الفعل الذي تأتي من أعدائه أبدا. لا ليس. لو كان كذلك لكان ما حصل يوم أحد من جهاد المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ب700 في مقابل 3000 من المشركين، وقتل 70 من الصحابة، ومع ذلك كانوا مجاهدين وكانوا خير الشهداء، أفضل الشهداء حمزة وعبد المطلب. نعم. طيب فضيلة الشيخ، هل الوعد بالنصر حتمي لهذه الأمة؟ نعم، هذا وعد الله، والله يقول: وعد الله لا يخلف الله وعده. والله تعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا بد أن يحقق الله وعده طال الزمان أو قصر، ولكن ليس لنا نحن أن نستعجل وأن نقول متى يكون ذلك، فلا يكون ذلك إلا بعد الشدة، وهذه سنة الله في الكون كما قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلا بد أن تأتي الشدة ثم بعدها يأتي النصر مع الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل ممكن نعيش فترات هزيمة أطول من الآن؟ يعني كيف تقرأ اللحظة الراهنة الآن؟ نعم، هذا وقت النصر إن شاء الله، يتنزل النصر في هذه الأوقات، لأن المجاهدين أروا الله من أنفسهم خيرا فكانوا محققين لهذا الهدف المنشود، ووصلوا إلى بذل قصارى جهدهم وكل ما لديهم، فبقي ما عند الله هو يأتي به. طب فضيلة الشيخ، يعني من وحي الطوفان ما هي مبشرات الانتصار لهذه الأمة؟ هذه الأمة دائما تأتيها هذه الامتحانات والمحن، وهي كما قال الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. هذه الامتحانات يظهر بها الخبيث والطيب. فدائما إذا جاءت محنة مثل هذه ينقسم الناس إلى 4 مواقف. الموقف الأول
موقف الصرحاء من المنافقين، فهؤلاء يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كما قالوا في السابق. قالوا يعدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر، وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. صدق الله ورسوله، فتحت كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني موقف المخذلين الذين لا ينصحون المتخاذلين ولا ينصحون الخاذلين، وإنما ينصحون المقاومين بترك المقاومة وأن يقاوموا بالسنن، وأن يتركوا السلاح، وأن ينهزموا أمام العدو. وهؤلاء موقفهم من المواقف المتكررة دائما، وقد بينه الله في سورة الأحزاب. والموقف الثالث موقف الضعفة والمتخاذلين، وهؤلاء ينكفئون على مصالحهم الخاصة ويتركون أمر الجهاد ونصرة المقاومة. والموقف الرابع موقف الصادقين من المؤمنين. هذه المواقف الأربعة بينها الله في قصة الأحزاب، فذكر الموقف الأول فقال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثم ذكر الموقف الثاني وهو موقف المخذلين، فقال وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هنا المخذلون لا ينادون بالاسم الشرعي، لا يقولون يا معشر المهاجرين والأنصار، ولا يقولون يا أيها الذين آمنوا، بل ينادون بالقومية والوطنية يا أهل يثرب، ويقولون لا مقام لكم ولا مقام لكم، قراءتان سبعيتان معناها لا نفع فيكم ولا دفع، أو لا استقرار لكم ها هنا ففروا، لا مقام لكم فارجعوا أي ففروا. وهؤلاء أعاد الله التحدث عن موقفهم بعد هذا، فقال قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. لماذا يجمعون الناس ولا يأتون البأس إلا قليلا، لا يقاتلون إلا قليلا، أشحة عليكم قليل ما يقدمون من المال، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد. هذا وقت شجاعتهم إذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. شحهم وبخلهم ليس ناشئا عن فقرهم وعوزهم، بل هو ناشئ عن بخلهم، لذلك قال أشحة على الخير، معناه عندهم خير ومال ولكنهم أشحة. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. والموقف الرابع الثالث أقصد بينه بقوله ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، أي خارج الحصن، وقد كذبوا وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم أي البيوت من أقطارها أي من أطرافها ثم سئلوا الفتنة أي ردة عن الإسلام لآتوها أعطوها من سألها. في القراءة الأخرى لأتوها أي لوقعوا فيها، وما تلبثوا بها إلا يسيرا أي ما تأخروا عنها إلا قليلا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. والموقف الرابع بينه بقوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. هذه المواقف تتكرر في كل وقت وهي من سنة الله بالأمة، ولذلك من سنة الله الآن أن تنكشف الخبايا والأسرار وأن تعرف مواقف الناس في هذه الأزمات، فيظهر من كان صادقا ومن كان منافقا ومن كان مخذلا ومن كان مستضعفا ضعيفا، فكل المواقف تباينت واتضحت، تقرأها في الصحف وتراها عبر الشاشات وتسمعها بالأصوات ومن خلال الوسائط والوسائل، كلها متضحة واضحة جدا للعيان. وكل هذه الشدة التي نمر فيها اليوم، نعم كل هذه الشدة التي نمر فيها هي امتحان
كلها من مبشرات النصر وتدل على قربه، أنه قريب جدا. نعم، تشعر كأنه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ونجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. تشعر كل هذه الآيات اليوم تتنزل علينا. صحيح. نعم صحيح. طيب فضيلة الشيخ، المسجد الأقصى التي هاي المعركة حملت هذا الاسم طوفان الأقصى، البعض كان يقول يعني لهالدرجة الموضوع يعني يحتاج يعني كل هذه العملية وهذه المخاطرة وما إلى ذلك، شو رمزية وأهمية المسجد الأقصى؟ بالنسبة للمسجد الأقصى أراد الله أن يشرف به هذه الأمة فمقدسات الأرض، ولى الله عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل أعظمها المساجد، فهي أحب البقاع إلى الله، وأضافها الله إلى نفسه إضافة التشريف، قال وأن المساجد لله ولا تدعوا مع الله أحدا، وقال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله بالإضافة شاهدين على أنفسهم بالكفر. وأفضل المساجد وأشرفها هي المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة لها طرفان وواسطتها المسجد النبوي هو الوسط بينها، وطرفاها المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وكانت الرحلة النبوية ليلة الإسراء والمعراج بالطرفين، فبدأت من المسجد الحرام وانتهت بالمسجد الأقصى، ثم بدأت رحلة المعراج من المسجد الأقصى حتى بلغ مكانا يسمع منه صريف الأقلام بعد أن تجاوز سدرة المنتهى. هذا المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي، يجعل البيت الحرام بينه وبين المسجد الأقصى ويتجه إليه، فكان يصلي عند الركن اليماني متجها إلى الشام. فلما هاجر اتجه إلى الشام 17 شهرا وهو يصلي إلى المسجد الأقصى. ثم بعد ذلك غيرت القبلة في قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لكن بقية الرمز